هجوم شديد على ابو زياد بعد تعب نيارة. هو انت فين يا عم الحاج من تعب بنتك؟ فين لما كنت بتقول بنتي واولادي هم قرة عيني وانا محتاجهم وانا عايزهم؟ يعني الامور، الناس متضاربة في الآراء، حتى اللي كانوا بيتابعوه. تابعوا معانا الفيديو ده، هنتكلم عن التفاصيل دي. احنا لسه عاملين فيديو من شوية اتكلمنا فيها عن القصة دي، وانا والله نسيت اتكلم في هذا الامر، فقلت ايه يعني اعمل فيديو كده بسيط، يعني قصير، مش هنطول عليك. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو، حتى لو كان دقيقة، اهم حاجه عندي ان انت تحط لسانك بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ونصلي على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بقى نخش في التفاصيل، لان انت محترم، لايكك واشتراكك بتعمله من غير ما نطلبه من حضرتك، لان انت انسان محترم وانسانه محترم. دلوقتي يا جماعه الناس يعني عامله هجوم شديد على ابو زياد بعد تعب نيره. انت فين؟ ما بتساندش بنتك ليه؟ ما بتظهرش ليه؟ ما بتقولش هي عندها ايه؟ ما بتوضحش الامر ده قدام المتابعين ليه؟ كل الناس بتتساءل او بتوصل له الرساله دي. الراجل يا جماعه بمنتهى البساطة، وانتوا عارفين الحكاية اللي كانت دايرة ما بيننا أنا وحكاوي وأبو زياد، وكان الأمور يعني فيها تخابط كتيرة جدا، وكنا بنحاول بشتى الطرق إن احنا نوصل رسالتنا. هو كان بياخدها بشكل يعني سلبي، إن احنا بنهاجمه، واحنا بنقول انتوا مسيركم لبعض، واولادك اهم حاجه عندهم ان هم يكونوا في تواصل ما بين العيله وما بينك، والامور الحمد لله اتحلت على خير. حتى لو كان حصل سوء تفاهم، فهمنا غلط، احنا فهمناها غلط. المهم ان الموضوع يعني يا رب دايما ما يحرم اب من من اولاده، ولا ولد من ابوه او امه، يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ولكن دلوقتي بقى ايه؟ الناس يعني عامله حمله كبيره. انت فين يا عم؟ بص يا جماعه، الراجل يعني معلش، اليوتيوب او ان انا اطلع طول الوقت اخد الموضوع ده سلعه. يعني احنا بنطلع نتكلم، في ناس يقول لك ايوه يا عم انت عشان المشاهدات وكلام زي كده. والله احنا بنعمل الفيديو يا جماعه وما نعرفش هيجيب مشاهدات ولا لا، ما نعرفش ان هو هيسمع ولا لا، ما نعرفش هيقول ايه ولا لا. فاحنا بنعمل الفيديو على الله حكايتنا، يعني بنقول يا رب هو ورزقه، وزي ما يجي وزي ما يحصل عادي. ولكن الراجل مش شرط ان هو يطلع يعني يوضح. هو الراجل دلوقتي اكيد بنته جوه حضنه، ده بنته اللي كان طول الوقت بيدور عليهم وبحارب الدنيا عشان يوصل ليه. ده مش دفاع ولا احنا مبررات ليه، ده حقيقة وده واقع وده حقيقة بيحصل. مش شرط دايما كل حاجة بتشوفوها قدامكم في السوشيال ميديا هي دي اللي بتحصل. في حاجات ورا اليوتيوب، زي ما احنا بنقدم محتوى عائلي، ممكن تشوفوا حاجات بتتقدم لكم غير الواقع. يعني ممكن اضحك ضحكة عشان خاطر اديك طاقة ايجابية، وانا من جوايا مجروح وببكي من ورا الكاميرا. ممكن اظهر ان انا باكل احسن اكل وبشرب احسن شرب، وانا من جوايا اصلا ممكن اكون مستلف حق الاكل والشرب ده. فمش الظاهر دايما اللي هو الظاهر بيخدع. فما نحكمش على حد يا جماعه بمجرد تفاوت الامر او عدم توضيح القصه. احنا اتكلمنا فيها اكتر من مره، مش عايزين نفضل نقول ونعيد ونقول ان هي عندها ايه. ربنا يا رب يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. احنا اتكلمنا في الموضوع ده. البنت التعب وشها بيبان عليه التعب، وهي بعيده كل البعد في الفتره دي. ولكن ان شاء الله هتظهر معاك وهتبقى زي الفل وهتتعافى من التعب ده. بياخد وقت مش طويل ان شاء الله، بس الدنيا هتبقى زي الفل باذن الله. بس حبينا بس نوضح الناس اللي بتشن الهجوم، انتوا ما تعرفوش. هو يعني اليوتيوب ده بيصور كل حياتنا، بيصور كل دقيقة في التوقيت ان احنا فيه. لا، احنا بنطلع بفيديو او بث مباشر في وقت معين بنوضح لحضراتكم كل التفاصيل دي. ولكن الحقيقة فين؟ ده اللي ان شاء الله هيظهر لكم الفتره اللي جايه. وربنا يا رب يشفيها ويشفي مرضانا ويشفي كل مريض يا رب العالمين. حبيت ان انا بس اعمل اضافه ليه، وسامحوني يا جماعه على يعني ان انا والله نسيت. كنت عايز اعمل الفيديو كله خبطه واحده كده واقول اللي انا عايز اقوله ده مره واحده، ولكن يلا رب ضاره نافعه. بحبكم في الله، بشكركم شكرا جزيلا. بنطلع والله العظيم عشان اخواتنا وحبايبنا والناس اللي بتبعت لنا على الخاص، على عيني وعلى راسي. كل الناس اللي دخلت عندي اشتركت في القناه، انتوا ناس محترمه وبحبكم في الله. بشكركم شكرا جزيلا على وقتكم وعلى كلامكم المحترم في حقنا، ومع الف مليون سلام.